بعد إعلانها إصابتها بالسرطان، طالب من الجمهور الدعاء لها. كشفت منا إيش تطورات الحالة الصحية للفنانة شيرين الطحان بعد إعلانها إصابتها بالسرطان، طالبة من الجمهور الدعاء لها. وكتبت منا إيش عبر حسابها على انستغرام: أرجوكم الدعاء لسونيا ولشيرين، للأسف المرض اللعين تشرس عليهم جدا، وهم دلوقتي في الرعاية المركزية وحالتهم خطيرة وحرجة. ربنا يلطف بيهم ويردهم لولادهم، ولينا قادر يا كريم يا رب العالمين، آمين. وتعرضت شيرين الطحان لأزمة صحية دخلت على أثارها إحدى المستشفيات القوات المسلحة بالقاهرة نتيجة إصابتها بالسرطان. وكان تصريحا خاصا من الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهنة التمثيلية والمسؤولة عن الملف الطبي، التي أكدت خلاله عن انتظارها للرد النهائي من الفريق الطبي المتابع للحالة وللوقوف عن تطورات أزمتها الصحية. وإليكم 7 معلومات عن شيرين الطحان. أول مشاركتها الفنية كانت بفيلم على الهوى 2006. 2. تخرجت من كلية التجارة كمقدمة برامج في قناة النيل. 3. رشحها المخرج أحمد يسري للمشاركة في بطولة فيلم 45 يوم. 4. شاركت كعضو لجنة تحكيم في مهرجان لي فون. 5. أبرز أعمالها التلفزيونية كانت بمسلسل رمضان كريم عام 2017. 6. قدمت برنامج ممنوع الاقتراب على قناة النيل لايف. 7. من أشهر أعمالها مريم، السبع وصايا، الركين، اسم مؤقت. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسوا أن تضغط لايك واشترك في القناة للمزيد من الفيديوهات. سلام.